على ضوء التقارير أو ما تنسجه الصحف الإسبانية اللي هي نشيطة جدا معنا، ويعني تابعة جارية معنا الماراثون، من قصة منير الحدادي منذ فترة، وجات واحد الفترة ديال هدوء العاصفة كما يقولون، ثم رجعت القصة ديال لامين يامال والتجليات ديال الآس والماركا إلى غاية إبراهيم دياز، والسيناريوهات والملاحقات والمنشطات الكثيرة اللي تناولتها خاصة الآس والماركا، والبرامج ديال الكادينا سير ريليفو والبرامج ديال تشيرينغيتو. اليوم كيتحدثوا على الملعب النهائي ديال كأس العالم من بعد الشعار أو الهوية اللفظية والبصرية اللي كانت حضرات في مدينة لشبونة البرتغالية، واللي ترجمت بإعلان يلا فاموس، رغم الكثير من الحوايج وردود الأفعال اللي خلفتها اللوغو أو التميمة. كنظن ماشي ماسكوت رسمي، ولكن هو شعار ديال الدورة في الفترة الترويجية ديالو. ريثما تستقر الامور بالسفراء اللي تعلنوا: اشرف حكيمي، ياسين بونو، غزلان شباك، نور الدين نيبت، اندريس انيستا، موراتا، لويس فيغو وكريستيانو رونالدو. تناولنا هذا الموضوع ديال السفراء وما الى ذلك. اليوم شنو هو المستجد في قصه ملعب النهائي؟ فالصحف الاسبانيه بدات تناور بشكل عكسي بعد ما جات صحيفه الماركا هنا لتحاور فوزي القجع، وحاورته في الكثير من المواضيع. هضرت معاه على ابراهيم دياز وسير استماله العناصر ديال اللي كتلعب في اسبانيا، منهم لويس ميغيز فيليليس اللي جات يلعب مع المنتخب الوطني الاقل من 15 16 عام، ثم الياس اخوماش اللي ارتفعت القيمه التسويقيه ديالو مجرد لبس المايو. وهنا كنشوفوا القيمه ديال المايو، ولا بديت كنطلع عليكم هذه الايام بهذا القميص، فراه هذا الشيء راه غير داك الشيء اللي عطى الله. سيريالي دهز داك الشيء اللي خدات من الارشيف وكنجي نطل، ووعدتكم بانها اشياء احتفظ بها بذكريات تعود لسنوات ومواسم ومسابقات، وكل قميص وكل يعني تيشورت او سيرفيت عنده ذكرى خاصه. هذا فقط بين قوسين. فقلت من التجليات ديال الحوار هضر على الاستقطاب ديال اللعاب، واليوم كيهضروا على واحد العناصر. هذا غير عاوتاني قوس اخر غنهضروا على الهولنديين شعلات فيهم العافيه، وكيحاولوا يردوا داك اللاعب صهيب درويش اللي ما تفرجناش فيه بزاف، واللي صيفطوا لي الاخوان مقاطع وتفرجت فيه في جوج مباريات اللي لعب مع المنتخب الاولمبي. اللاعب ديال اكسيسيور هولنديا تيقولوا بانه عن طريق افلاي او عديد من المغاربه اللي كانوا مشاو لعبوا لهولندا، ما بقاوش مغاربه، يعني مغاربه وعندهم جنسيه مزدوجه ولكن لعبوا مع هولندا. كيحاولوا يستعملوا عديد من العناصر ويديوها للمنتخب ديال المنتخب الطواحن الهوائيه البرتقالي. هذا صهيب درويش اللي عندي المعطيات هو انه مغربي ولعب مع ليكيب اولمبي وغيكون ان شاء الله حاضر في الاولمبيه ديال باريس. فهاد الصحف اليوم بدات كتهضر على ضوء الفضائح اللي ضربت الجامعه الاسبانيه بالمتابعه والملاحقه ديال روبياليس على ضوء ما حدث في مونديال استراليا السيدات، وتلك الواقعه الشهيره التي استحي من ذكرها هنا في غره هذا الشهر الفضيل بين رئيس الجامعه الاسبانيه المعزول من مهامه وبين لاعبه او عميده المنتخب الاسباني بحضور المدرب فيلدا اللي كيدربنا حاليا. الملاحقه ديالو في الدومينيكان واش دخل ولا ما دخلش ماشي هذا هو الموضوع. متابعين مع اشخاص، غسيل اموال، تحقيقات، اشياء. قيل وعطفا على هذه الصحف الاسباني بانها لن تخدم الملف ديال المنتخب الاسباني او الملف ديال احتضان سانتياغو بيرنابيو اللي بقات في السباق بشكل نهائي. اليوم باش نكونوا واضحين في الصوره، الاخوان اللي كيتفرجوا فينا، جوج ديال الملاعب اللي بقات حاضره في السباق ديال الملعب ديال النهائي سانتياغو بيرنابيو اللي كنتفرجوا اسبوعيا بحضور ابننا ابراهيم دياز مع نادي ريال مدريد. السقف تغطى، ملعب اسطوري بكل ما تحمله الكلمه من معنى، ايقونه، ملعب رائع جدا تصرفت عليه ملايين ديال الدولارات. قيل ان الغلاف ديال التجديد ديالو 400 مليون دولار. وغنهضروا على الملعب ديال بن سليمان اللي الكتله او التكلفه ديال الانشاء ديالو من الاصل غادي تكون في 500 مليون دولار. وانا كنتمنى صادق هذا كان تصميم اولي وتصميم من الابتكار او من يعني الاجتهاد. فقيل بان التصميم ديالو اللي روجات ليه الصحف الاسبانيه غيكون عن طريق بحال داك الشيء اللي كنا شفنا ملعب الخيمه او ملعب التمامه في قطر، غيكون ملعب مستوحى من تراث مغربي. تبوريده، الحركه، الموسم، داك الخزانه البيضاء، ماشي كاين داك الحمراء وكاين داك الحمراء اللي فيها الصفر. لا، الا شفتوا المينياتور ديال هذه الحلقه غتبان لكم واحد الخزانه، هذاك الخزانه ديال البيضاء ديال المواسم، وما بغيتش ندير دعايه للمواسم. فهذيك الخزانه ديال البيضاء قيل هو غيكون التصميم ديال الملعب اللي شركه بريطانيه ما غنديرلاش الدعايه السميه. علاش؟ لانني كنتمنى بدل استيراد الاخبار من الصحف الاسبانيه ومطالعه ما كتقول الصحف الاسبانيه على هذا الملف وهذه الحوايج، ولانني حضرنا في خطاب النوايا اللي كان هنا في مجمع محمد السادس، فقيل بينا ريكاردو روكا من الجانب الاسباني وفوزي القجع بانه لن يتم الحديث بشكل نهائي ورسمي على الملعب ديال المونديال حتى الصيف شهر 6 ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغتعطى ايضاحات. لانه ما بغاوش يخليوا وسائل الاعلام او الجمهور ينساقوا وراء خديتي ولا ما خديتيش. الناس خدامه في لي كواليس مونديال فيه مشاركات كثيره، يلا فاموس يلا قلب اللي بغيتي تبدا، ما عندناش غرام ديال المشكل. هضروا على هذا الشمس التراث جسور
ثلاثه ديال البلدان بينها وبيناتها ارث تاريخي متجدر في عراقه القرون يمتد الى اش نقول لك الى فتره يعني موغله في التاريخ والعراقه ديالو. هذه امور هضرنا عليها النهار اللي ترشحنا مع هذه البلدان، فما بغوش يهضروا بشكل رسمي، ولكن ما تسرب وسائل الاعلام الاسبانيه في نوع من المناوره، وكانهم اليوم بصدد كانوا ما تيقول لك دياز غياخذوا ما خداوش، لا من يامال غياخذوا المغرب ما خداوش. اذا الحوايج اللي ولات كتجبيه الصحافه الاسبانيه اصبحت تثير يعني انها تلعب ربما على مستوى المناوره. انا اليوم لا اعتقد، هذا موقفي الشخصي وتمنيت، لان اليوم الملاعب لا ديال طنجه ولا الملعب ديال الرباط ولا الملعب ديال اكادير اللي مازال ما دخلتوش الاصلاحات، الملعب ديال مراكش اللي كتلعب فيه المنتخبات وكيلعب فيه الوداد شفنا مع لاسيكا بيجون ولعبت فيه مالي مع موريتانيا، ولا الملعب ديال فاس والملعب مركب محمد الخامس. تمنيت صادق، وغنحاول نجتهد بعد شهر رمضان بمشيئه الله تعالى ندير واحد استطلاع او روبورتاج خاص في عين المكان، وعارف بان المعلومات لن تعطى لانه موضوع حساس وعنده ناس باش تاخذ المعلومات يجب ان تحوز ترخيص. ولكن تمنيت في سياق ان هذا ورش مفتوح، خاصه وان كاس افريقيا على الابواب، هذه الملاعب خصها تكون جاهزه لكاس افريقيا للابواب باستثناء الملعب ديال بن سليمان. فبغيت ناخذوا معطيات فين وصلت الاوراش، وقتاش غيكون جاهز، شكون اللي غيكون جاهز، وغنركز على هذا الملعب. فكنظن باش نبقى ثابت عند القول ديالي، لا اعتقد بان ما يروجه الاعلام الاسباني صحيح ديال غسيل الاموال او الفساد، لا علاقه له. اللي خلعني في هذه القصه شنو هو انه قيل بان الفيفا بعد غياب او الخروج من ملعب دالوش او ملعب دراغاو، فبقى السباق محصور ما بين سانتياغو برنابيو والمركب ديال بن سليمان. فقيل بان الفصل غيكون على الفيفا، والفيفا باش تفصل شكون اللي غيدير الملعب النهائي غدير جوله استطلاعيه. فكتاش غديرها العام الجاي. هنا العام الجاي كنتسائل واش هذا الملعب ديال بن سليمان غيكون تبنى؟ لا، معجزه يتبنى. واش هذا الملعب ديال بن سليمان غيكون بلغ النصف الاوراق ديالو؟ لا، لان الملعب فيه 116000 مقعد، واللي ملعب على مسافه 100 قطار. الشركه البريطانيه ومكتب الدراسات اللي خداه قيل بانه هو اللي يشرف على مطار هيثلو في لندن، على ملعب توتنهام اللي كتلعب فيه حاليا، على الملعب الجديد ديال الهياكل الملعب الاسطوري ويمبلي، هو اللي داروا ملعب لوسيل. فهاد الامور هذه تتفرض، خاصه المجال المحيط بالملعب والدائره المحيطه بالملعب والمنطقه ديالو كتفترض واحد التهيئه الورش ديالو، غير باش يبداو ليه داكشي الطريق اللي كديو تجيب خصها تهيئ ليها بواحد المسافه ديال عام على ما كنعتقد، ويصلحوا لنا الناس اللي كيتفرجوا فينا، لاننا نريد هنا ان ندافع عن الحظوظ ديال بلادنا في احتضان هذا النهائي ان شاء الله السميع العليم. المعطيات اللي عندنا واللي تاكدت في لشبونه على ضوء اطلاق الهويه اللفظيه والبصريه للكاس ديال العالم 2030 هو ان من اصل 104 المباريات اللي غتاخذ البلدان ديال امريكا الجنوبيه، الارجنتين، الباراغواي والاوروغواي غياخذوا ماتش قبل ما يشدوا الطياره ويجيو لعنا، غتبقى داك المساحه ديال 101 ملعب 101 مباراه غتقسم على ثلاثه ديال البلدان. يعني خصنا ناخذوا حنا على الاقل 40 او 42 ماتش، والبرتقيز او الصباليون كذلك 40 ماتش، والنصيب الاخر داك 28 ماتش اللي غتبقى للبرتغال. البرتغال داخله بجوج ملاعب، الدوله ديال البرتغال ووزير الشباب ديال البرتغال والجامعه او رئيس الاتحاد ديال البرتغال قالوا بان داك الشيء اللي خداو كله فضل، لانهم عارفين ما دخلوا بدي فوت، ما جابوا اصوات الملف، ما ضربوا عليه، اللي جا فضل عنده. داخلين عارفين الصراع على النصيب الاكبر من الكعكه ديال المباريات، لا في دور المجموعات، لا في المباراه الافتتاحيه، لا في المباراه ديال الدومي فينال والفينال ما بين المغرب واسبانيا. فقلت لك علاش كاين هنا. انا كنتذكر كنت حاضر في السابق في زيارات جوزيف بلاتير لبلادنا، كانوا تيجيو وكنا كنقدموا في الماكيت، كنا كنسميوهم ملعب الكرتون غايه الاسف. فرنسا كتقدم ساندوني مبني، حنا كنعطيوهم هذا الملعب غيتبنى وهذا مركب محمد الخامس غيكون وهذا الملعب غيكون في فاس، ديك الساعه الملعب ديال فاس مازال ما تبناش، وكنعطيوهم دي ماكيت. كان تيجي داك جوزيف بلاتير هنا في حضور بن همام الخطاوي وداك الشيء، وكانوا تيشوف داك الشيء على الماكيت، ها هو بحال اللي كتشوفه من مورا، الا شتيه غتنبهر. ولكن هو كان يؤمن بالجاهز، كيمشي كيلقى ساندوني واجده، مشى الله ما لقاه واجده، مشى الملعب ديال سوكر سيتي في سوق جوانسبورغ واجد. حنا ما عندناش ملاعب واجده ماكيت، صحيح كاينه ضمانات، كاين دفتر تحملات، كاين التزام اخلاقي ومهني وكتسني، هذيك السنيتوره كدير الفيفا وكتغيزها الحكومه، راه ورش ديال دوله، ولكن تيامنوا بالجاهز. لذلك اليوم ملي كنسمع الزياره ديال الفيفا هي اللي غتفصل، فالملعب ديال برنابيو واجد، بل واجد في حله راقيه كل نهار كتزاد فيه ديروتوش، كتلعب ريال مدريد كيخرجوا داك الكازون كيسدوا الفوق العشب كيمشيو يصوبوا لي كرادا كل نهار كيزيدوا فيه ديروتوش باش غيكون واجه في حله راقيه في الصيف. الملعب ديال برنابيو غيكون ايقونه ديال الملاعب. حنا ما وجدش الملعب، واش اللجنه ديال الفيفا غتجي وغتامن بهذا الشيء اللي كتشوف من موراها وغتشوف داك الخزانه والملعب والالتزام اللي كاين وغادي تامن به؟ واش تقدر تامن بان الملعب فيه 116000 مقعد والملعب ديال برنابيو 88000 مقعد، يعني 30000 مقعد،
و30000 مقعد. شوفوا شحال كتساوي على مستوى الضيوف، على مستوى الشكل ديال النهائي بحال اللي كانت في لوس انجليس ما بين البرازيل وما بين المنتخب ديال البرازيل وايطاليا في 1994، وبحال اللي كانت في لازتيك في المكسيك كتبغي، وبحال اللي كان في لوسيل حتى هو اكثر من 100. الفيفا كتبغي الملاعب ديال اكثر من 100000. واش هاد السعه اللي كتخليها اكبر ملعب في العالم هي اللي غتكون فيصل؟ واش الضمانات المقدمه كضمانات شرف كتلتزم بها الدوله، هذا التزام دوله غتخلي الفيفا تامن به هي ولجنه التفتيش ديالها، ام انها غتمشي للواجد؟ تمنيت صادق يكون انفتاح، لان اليوم عندنا ملاعب 7 ديال الملاعب بالصبليون 10 او 9 16 و3 ولا 2 ديال البرتغال ما بقاش عندها غرامه المشكل، تشاركتها بجوج. الصراع على النصيب الاوفر من ملعب الافتتاح الى ملعب الدومي فينال الى ملعب النهائي ما بين المغرب واسبانيا. نتمنى صادق هذا الملعب الموسم او الملعب ديال الحركه او الملعب ديال الخزانه يتفوق على ملعب سانتياغو برنابيو، ولكن وما نيل النهايات بالتمني، ولكن تؤخذ الملفات بالتطبيق الفعلي. نتمنى صادق تكون شي ورش مفتوح يخبرونا اين وصلت الاشغال في مركب الرياضي الامير مولاي عبد الله في الرباط وطنجه، وانا غنزور هذه الملاعب القريبه بالمدار ان شاء الله السميع العليم كي استبين عن طريق المشاهده وايضا لانجاز روبورتاج التكلفه ونعرفوا كيفاش كاين، وعلى واثقين بان السير ديال الاشغال يربط الليل بالنهار، خلايا نحل تشتغل. غير فقط ما يتناول الاعلام الاسباني لن يكون هو اللي غيقرر المصير، ونتمنى المصير الا يتقرر ايضا عن طريق لجنه التفتيش ديال الفيفا، بل يتقرر على الحوايج اللي غتشوفها ولو على الماكيط. وهنا غنبان بانه متناقض فعلا. اتوق بمشيئه السميع العليم بان الفينال يتلعب عندنا. اليوم بغض النظر على غسيل الاموال ولا الفساد حجرهم يحدوهم، اسبانيا دوزات 82 ودات فينال، دينا ليها حنا الاصوات ديال اسيا ودينا لها الاصوات ديال افريقيا، حنا اللي عندنا التنظيم الشكل اللي تفوقنا به وجبدنا وطيحنا لدول الكومنيبول، خلينا تنسحب باعتراف هاد الدول. هذه وحده تشفع لنا واخا يكون الملعب ديالنا ما واجدش وغيوجد ان شاء الله السميع العليم لانها ضمانات الدوله. خوتنا المغاربه قبلوا علينا هذا الفيديو، ونتمنى نكونوا خرجنا عن السياق الروتيني ديال الفيديوهات السابقه ولامسنا واحد المطلب اللي كيطلبوا منا الاخوان. بغينا الفينال يتلعب في بلادنا ان شاء الله، لانه في بزاف ديال الحوايج اللي غتكون تعود بالفائده علينا ان شاء الله جميعا. الى اللقاء في حلقه مقبله بمشيئه الله تعالى.